النهارده بقى الفيديو بتاعنا. بصوا ما حصلش، ده الفيديو المنتظر. كتير جدا جدا سألوني على طريقتي في الرز المعمر. يعني عايزه اقول لكم اصحابي، جيراني، اهلي، كل اللي لاقوا قال لي لازم نعرف الطريقه ايه. برغم ان انا عملته كتير قوي على القناه في كذا سفره وفي كذا فيديو، بس المرة دي انا قلت لهم خلاص انا هريحكم خالص، هعمله لكم هو لوحده علشان اقول لكم تكاتي بما يرضي ربنا فيه. احنا النهارده هنعمل الرز بتاعنا، الرز المعمر بتاعنا هنعمله في الطاجن اللي هو البرام، وهنعمل فيه الصينيه، ونشوف هنعمل ده ازاي وهنعمل ده ازاي. بس كل اللي اقدر اوعدك بيه انك لو مشيتي على الخطوات دي بجد بجد هتدعي لي من قلبك. وما تنسيش اللايك والاشتراك بالقناه. يلا بينا حبيبتي. معايا هنا الطاجن بتاعي فيه كيلو من الرز. لازم اسيب عقلتين من صباعي في العلو بتاعه زي ما بوريكي كده. انا غسلت الرز، مش عامله فيه اي حاجه غير ان انا غسلته بس. بتاسف طبعا عشان البرد تاثيره جامد معايا. بنزل دلوقتي بمعلقه صغيره مليانه من الملح، او معلقه كبيره بس تكون ممسوحه من الملح. بقلب كويس جدا في الرز بتاعي. ممكن تقلبي الملح في شويه لبن صغيرين على جنب. معايا هنا بقى اللبن بتاعي من ساعه ما جبته، انا جايباه من امبارح. من ساعه ما جبته انا حطاه على الرف في التلاجة، ما غليتوش. انا عايزاه يعمل زي روبان كده. طبعا ده لو جيت تغليه دلوقتي هيقطع، انا بقى عايزه كده. بنزل دلوقتي معايا باول كيلو من الرز اللبن. اسفه، نزلت بكيلو من اللبن، وبنزل دلوقتي بيه كوبايه وربع، من كوبايه لكوبايه وربع ميه. وبكمل بقى بعد كده اللبن. يعني حطيت، ممكن نقول حطيت حوالي من، يعني ممكن نقول كوبايه وربع من الميه على كيلو وربع من اللبن. على كيلو وربع من اللبن. ده كان المقدار المظبوط جدا جدا في البرام بتاعي اللي هو واخد كيلو رز. وبين يعني اول ما تحط الرز لازم تسيبي عقلتين قبل ما تبتدي تحطي اللبن عشان تبقي حاطه نفس المقدار بتاعي ده. وبنزل عندي هنا زبده سايحه. انا كنت مسيحاها زبده صفراء، وطبعا انتوا عارفين الزبده اللي انا وريتها لكم دي الزبده اللي احنا عاملينها مع بعض على القناه. ممتازه ممتازه. عملت تاني منها الايام ديت، بحط منها اهو. عملت منها تاني، ومعلش انا اسفه ما صورتش المره دي وانا بعملها. ان شاء الله هعملها لكم تاني بامر الله قبل رمضان. هنعملها مع بعض تاني ان شاء الله. وبنزل كان عندي زبده فلاحي بيضه، الفلاحي اللي هي الجاموسي، بس ما كنتش مسيحاها. خدت منها حوالي معلقتين كبار مليانين، حطيتهم. طبعا انتوا شايفين انتوا شايفين انا حاطه سمنه قد ايه او كده. فممكن نقول بالمعيار كده 3 معالق كبار. انتوا بيتهيألكم ان هو كتير، بس عشان انا كنت بقطع حته بحته عشان اقدر اوزعها. واركن دلوقتي البرام بتاعي على جنب. خلي بالكم ان الرز بيحب الزبده والسمنه، بيحب الدسامه كتيره. بجيب دلوقتي كيلو ونص من الرز. معايا بقى هنا الصينيه بتاعتي واخده كيلو ونص من الرز. شايفين الرز؟ يعني الرز بينه وبين الحرف بتاع الصينيه قد ايه؟ برضو ما يقلش عن عقلتين وزياده كمان اهو، زي ما انتم شايفين كده. غسلته برضو. وبنزل بقى هنا بمعلقه، بس معلقه كبيره مليانه من الملح، وبقلب كويس جدا بحيث ان انا اوزع الملح بتاعي. وزي ما قلت لك تقدري تحطيه في في شويه ملح وتدوبيه، في شويه لبن وتدوبيه. احنا هنعمل نفس اللي احنا عملناه في البرام هنعمله في الصينيه. طب ازاي يا رانيا؟ انا وصل لي في جالت على ناس كتير قوي كلموني على الجروب بتاعي. بس نشوف الاول احنا هنحط قد ايه هنا لبن. برضو اللبن بتاعنا زي ما انا قايله لكم مبيتاه. حطيت اول كيلو دلوقتي، وهنزل تاني بكيلو تاني، وهنزل تاني بكيلو من اللبن. ده كان خلي بالكم اللبن اللي معايا المره دي برضو انا كنت سايباه فعلا قبل كده، وكنت ناويه اعمل بيه بس كسلت وما عملتش. ورجعت تاني حطيته في الفريزر اللي انا اهو. فعشان كده هو عامل جزء من التلج، لكن هو زي التاني بالظبط. انا كنت مبيتاه برضو يومين كمان، مش يوم واحد على الرف.
بانزل دلوقتي كيسين من اللبن أو 2 كيلو من اللبن، وطبعًا ما تنسيش المَيّة، لإن المَيّة هي اللي هتسوي لِك الرز تسوية مضبوطة جدًا، جدًا معاكِ. اوعي تنسي المَيّة، أساسي، أساسي المَيّة. لو أنتِ عايزة الرز بتاعِك يستوي يبقى لازم تحطّي مَيّة. وبانزل برضه بالزبدة بقى مسيّحاها عندِك زي نظامي كده، عندِك زبدة فلاحي مش متسيّحة، سمنة بلدي متسيّحة، اللي موجود عندِك حطّيه مش هيقول لأ، فاهماني؟ فمش شرط، مش ممكن تحطّي حتّة من النباتي، يعني جزء من النباتي والجزء التاني تكمّلي. عندِك قشطة لبن حطّي، أنا ما كانش عندي قشطة لبن، مش ضروري خالص. ما دام في جزء عندي من السمنة البلدي خلاص ده بيغني وبيأدّي الغرض بالضبط. البيران بقى يا جماعة، أنتِ طبعًا بتقولي لي إزاي عملتِ ده زي ده يا رانيا؟ البيران بيقولوا لي إن إحنا لازم نسخّن البيران الأول، أصل في واحدة قالت لي برضه الرز المعمر ما بيستويش في البيران، لأ أبدًا، أنا اتعمدت إن أنا أعمل الاتنين وبنفس الطريقة أهو، لا أنا غالية اللبن ولا أي حاجة خالص، ماشي، مخرّجاه فيه تلج كمان زي ما أنتم شايفين، زي ما عملت الصينية زي ما عملت البيران، وهنعمله مع بعض، وعايزة أقول لِك النتيجة مبهرة، مبهرة. فسيبِك بقى من الكلام بقى إن أنتِ لازم تسخّني البرام الأول وبيخوّفوكِ من البرام أنتِ تعملي فيه، لأ أبدًا والله، اعملي في البرام بالطريقة بتاعتي دي وأنتِ مغمضة عينِك، بس مستنية منكم دعوة حلوة، ما تنسونيش بدعواتكم. بانزل بقى دلوقتي زي ما أنا قُلت لكم بكوباية، من كوباية ونُص لكوبايتين من المَيّة، أنا حطيت كوباية ونُص، وبعد ما باسيبهم بقى حوالي نُص ساعة على جنب باللبن بتاعهم، وبعد كده بادخّلهم الفرن يكون ساخن على 180 أو 200 درجة، وباسيبهم لحد ما يستووا، وشايفين البرام طالع عامل إزاي معايا، ما لوش حل. أقسم بالله العظيم الرز كان طالع، رز المعمر كان طالع خرافة، البيت كان هيتجنن، ريحة البيت كانت مقلوبة، والله العظيم ريحة البيت كانوا مقلوبة، بجد ولا أروع من كده. أنا عارفة إن أنا ممكن أكون بازوّدها أوي أو بابالغ أوي في الشكر في الأكل أو كده، بس والله أنا نِفْسي إن أنتم تجرّبوا علشان تحكموا بنَفْسكم، جرّبي واحكمي. والزبدة برضه اللي إحنا عاملينها مع بعض على القناة إن شاء الله، هاسيبها لكم برضه، هاسيبها لكم برضه بأمر الله، هاسيب لكم اللينك بتاعها، آسفة بس عشان البرد تاعبني، وتعملوه بنَفْس الطريقة دي، وهاستنى رأيكم، ما تنسوش اللايك والاشتراك بالقناة، والسلام عليكم.